بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل يصلك ما هو جديد. اضغط على زر أعجبني تشجيعا لنا لنشر المزيد، وصل على النبي في التعليقات. عناوين الأخبار: غرق 3 دول بسبب إعصار، تنفيذ حكم القتل، زلزال في بحر الخزر، تسجل 100 حالة وفاة و11877 إصابة. الخبر الأول: كشفت عدة دول في أوروبا عن حالة التأهب بسبب خطر هطول أمطار غزيرة ورياح مع مرور الإعصار كيرك السابق الذي تحول إلى عاصفة أطلسية، واجتاح إعصار كيرك البرتغال وفرنسا وأسبانيا، ويتجه نحو بلغاريا بعدما خلف فيضانات أغرقت بلدة فرنسية. وعلى الرغم من تسجيل سرعة رياح بلغت 225 كيلو متر في الساعة في البرتغال، ما يشير إلى شدة العاصفة، إلى أن إعصار كيرك يعتبر ظاهرة أقصر عمرا مقارنة بإعصار ميلتون، حيث يغطي منطقة أصغر ويمتلك طاقة أقل. وتستمر بقايا إعصار كيرك في التأثير على أوروبا، ومن المتوقع أن ينتج أعلى سرعة رياح منذ فبراير الماضي، فيما تشير التوقعات إلى بلوغ إنتاج الطاقة من الرياح 49 جيجا وات، بالتزامن مع عبور بقايا إعصار كيرك الذي تحول إلى عاصفة عبر أوروبا. الخبر الثاني: أقدم مراد بن عبد الكريم بن مطير الشريهي الشمري سعودي الجنسية على قتل عبد الرحمن بن علي بن فلاح الرشيدي سعودي الجنسية، وذلك بطعنة بأداة حادة مما أدى إلى وفاته. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة وبإحالته إلى المحكمة المختصة. صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني مراد بن عبد الكريم بن مطير الشريهي الشمري سعودي الجنسية يوم السبت بتاريخ 9/4/1446 هجرية، الموافق 12/10/2024 ميلادية، بمنطقة حائل. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماء وينتهك حقهم ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة. وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل. الخبر الثالث: ضرب زلزال بقوة 3.8 درجات بحر الخزر. أفادت وكالة الزرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية إن الهزات الأرضية وقعت الساعة 23:50 بالتوقيت المحلي في العمق البالغ 68 كيلو متر.
الخبر الأخير: أعلنت إيطاليا تسجيل 100 حالة وفاة بفيروس كورونا، و11,887 حالة إصابة جديدة خلال الفترة من 3 ل 9 أكتوبر الحالي، بنسبة انخفاض بلغت 9% عن الأسبوع السابق له. وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم السبت أن عدد الوفيات شهد ارتفاعا ليسجل 100 حالة خلال نفس الفترة، مقارنة ب85 حالة وفاة في الأسبوع السابق له، مشيرة إلى أنه تم إجراء 91,328 مسحة، وبلغت نسبة النتائج الإيجابية 13%. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.